كيفكن حبايب قلبي؟ شو أخباركن؟ يا سلام شو ليك إيه، برافو برافو عليكن، برافو شطورين. فرشيتوا استاكن لحالكن ونزلتوا بتختكن. يا سلام، بدون ما ماما تقولكن يلا عالنوم. يا سلام شو شاطرين يا حبايب قلبي. ايوه انا هلا فهمت، مشان هيك ماما وبابا كتير مبسوطين منكم وبيحكوا قدام العيلة قديش انتو مرضيين وبتعملوا الشغلات بدون ما هن يطلبوا منكم. يا سلام حلو، بدكن تناموا بتختكن وترتاحوا بدون ما ماما وبابا يطلبوا منكم. يا سلام يا سلام. لأنه كمان النوم بوقت محدد بفيد كتير وبيقويكم وبيخليكم تحفظوا دروسكم وتكونوا من الممتازين بالدراسة. لأنه النوم بكير وبوقت محدد بينشط الذاكرة والدماغ. اتفقنا؟ برافو برافو. كل يوم هيك الله يرضى عليكم لحالكم قولوا لماما وبابا تصبحوا على خير وروحوا على غرفتكم وخلص، وهيك بتضلوا مبسوطين ومرتاحين وبابا وماما مبسوطين منكم وبتنشطوا دماغكم وذاكرتكم. يلا حبايب قلبي خلينا نبلش الحكاية. كان يا ما كان بقديم الزمان كان في اختين صغار وحلوين كتير، واحدة اسمها آية والتانية اسمها حنان. آية كانت تحب تلعب بألعابها وبالذات لعبتها الصغيرة كانت مسميتها لولو، كانت تلبسها وتمشط لها شعرها. بس آية كان عندها عادة يعني شوي ما كانت تحب حدا يشاركها بألعابها، يعني عادة غريبة. حتى أختها حنان ما كانت تخليها تشاركها بألعابها. لما كانت حنان تطلب منها أنهم يلعبوا سوا كانت تغري بسرعة بسرعة تخبي ألعابها وما تخلي حدا يشوفها، ما تخلي حنان تشوف وين خبتهم. كانت تقول لها لا لا هي ألعابي ما بدي حدا يلمسها. وحنان يا حرام كانت تزعل وتروح تقعد على جنب لحالها. وبيوم من الأيام راحت آية على الروضة وكان في حفلة كبيرة، حفلة ألعاب بالروضة. كانوا البنات والولاد جايبين ألعابهم معهم ليتشاركوا كلياتهم اللعب مع بعضهم. بس آية أخذت لعبتها وقعدت بزاوية لحالها وبلشت تراقب وتتفرج كيف الولاد والبنات عم يلعبوا مع بعضهم ومبسوطين كتير. كانوا شي يعملوا بيوت من المكعبات وشي يعملوا سباق للسيارات وهيك كتير شغلات كانوا عم يلعبوها مع بعضهم. وبلحظة سمعت صوت ضحكة عالية من وراها، دارت وشها قامت لقت اختها حنان جاية تزورها بالروضة، وكان في معها بنت صغيرة رفيقتها اسمها زهراء عم يلعبوا مع بعضهم. هون آية حست بشي جواتها، يعني هيك مثل القصة الصغيرة. قربت شوي شوي وقالت لحنان حنان يا حنان معلش العب معكم أنا وإنتي وزهراء. حنان انبسطت كتير وصارت تقول لحالها يا سلام، اختي آية شو صاير معها؟ تصرفاتها غريبة كتير اليوم، ما إلها بالعادة تحب تشاركنا بالألعاب. هيك وطلعت بأختها تغري وقالت لها لك ايه طبعا يا أيوشتي، طبعا حبيبتي طبعا، تعي خلينا نلعب سوا، يلا نغير أواعي لعباتنا ونعمر لهم بيت يقعدوا فيه. وهون حست آية بشي حلو، لك حتى اللعبة انبسطت، تحس اللعبة كأنه عم تحكي أنا مبسوطة. صارت اللعبة كتير حلوة والكل مبسوطين، آية وحنان وزهراء عم يلعبوا مع بعض
وضحكن لآخر الدنيا وعم يلعبوا ويضحكوا. وهون لازم ناخد عبرة إنه المشاركة حلوة كتير، مو بس باللعب وبالأكل وبالشرب، وحتى أحيانا يعني مو دائما، أحيانا المشاركة حلوة بالدراسة إذا ماما وبابا لقوا هالشي مناسب إلنا. مزبوط ولا لا؟ وتوتة توتة خلصت الحتوتة. وهيك يا أحبابي لما نتشارك بألعابنا ساعتها منتشارك كمان بالفرحة والسعادة، ونصير كلياتنا مع بعضنا سبب لضحكة بعض وفرحة بعض. وهلأ يلا ناموا وتذكروا يا حبايبي إنه بكرة في حكاية جديدة بإذن الله. بأمان الله حبايبي.